اسمحوا لي اني منفقعص شويه باللغه. والجماعه خلاها تاكلهم. ومن الطبيعي انه يزور طرابلس، ومن الطبيعي انه ياكل ويشرب في طرابلس ويحتفل مع اهلها، يدهور ويرحب به، لان كان السبب الرئيسي بعد الله عز وجل وصمود شبابنا وابطالنا في انتصارنا على الهبود اللي هو الوفد التركي. من الطبيعي ان الاتراك يجوا، من الطبيعي ان ينزلوا في طرابلس، من الطبيعي عندهم جنود يمشوا يزوروا، حلفاء ساعدونا في الدفاع عن بيوتنا، ساعدونا في الدفاع عن طرابلسنا، ساعدونا في الدفاع على مقدراتنا. فمن الطبيعي جدا 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 ان يجوا الاتراك. مشوا الزياره الشهر اللي فات كانوا جايين، اللي قبله كانوا جايين، شيء طبيعي. والحمد لله الطيران التركي لم يتوقف، محملا بالعتاد والسلاح والذخائر وكل شيء. للاسف بعض الليبيين قعدوا مضحكه. يعني لن ياتي احد عبر التاريخ يلومنا او يلوم اي واحد يقول له لاش تشكر في الاتراك. الاتراك دافعوا معي عليهمش. خراكم قاعد في بساطاتنا ولوحناهم بساطات ملابسنا وملابس اولادنا روحتوا بها. للاسف وصلتوا لديار نومنا ولملابس نسانا. هذا الحليف التركي جي دافع معاه. فما تطلبش مني انني ما نشكراش، ما تطلبش مني اني ما نستدعيش، ما تطلبش مني اني يعني نبوس الخديدات من هنا ومن هنا. بعدين يجيك واحد طوبه زباله، تقدرش تجي تقول له انت لاش فرحان بزياره الاتراك. تي فرحان، تي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا عمي وزير الدفاع ويا عمي رئيس المخابرات ويا عمي كذا. تقول لي لا، اي نعم. قلت لك الاتراك انا لو كان ياخذوا رايي اقسم بالله العظيم